السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم طريقة الكشك الاسكندراني على اصوله. طبعا طريقة سهلة جدا وطعم حكاية، وان شاء الله تعجبكم الطريقة وتجربوها، ومفيش ابسط ولا اسهل من كده. الطبق ده دايما في المحلات بتاعة الاسماك للناس اللي بتحب طبعا تاكل سمك بره البيت، بيكون موجود مع تقريبا السلطات، فطبعا بيكون طبق لذيذ وطعمه حكاية. ممكن يتعمل بالجمبري، ممكن يتعمل من غير حاجة خالص، ممكن يتعمل بأي فيليه سمك. بيبقى طعمه مميز تقريبا، يعني بيكون أفضل من طعم السمك نفسه. إن شاء الله هعملها معاكم بالطريقة، ويلا بينا نشوف مكوناتنا ازاي. أول حاجة معايا هنا هشتغل على طول على البوتاجاز. نزلت بالحله بتاعتي، يا ريت تعملي في حاجه تكون كبيره وغويطه شويه علشان تكوني براحتك، لان كل حاجه هنعملها في حله واحده. تمام. اول حاجه هعملها هحمر البصل بتاعي. حطيت الزيت الكميه اللي انا عاملاها، يعني انا عامله هنا تقريبا بصلتين. على فكره انا مقطعه البصل دوت في مكان المبشره اللي هو بيكون من الجنب ده اللي طولي شويه. بشرت بصلتين على قد الكميه اللي عندي، لاني انا مش عامله اكتر من طبقين. انت بقى ممكن تقطعيه قطع صغيره، عايزه تقطعيه ترانشات كده زي ما انا عامله بالظبط كده، يعني التقطيعه دي بترجع لك انت. اول حاجه هعملها هحمر البصل بتاعي، هخليه كده لونه ذهبي. هديله كميه زيت محترمه علشان يتحمر كله، يكون ذهبي كده وكريسبي مع بعض. المرحله دي بتبقي بتقلبي زي بالظبط ما بتعملي البصل بتاع الكشري، بدون اي اضافه، ولا بضيف ملح ولا بضيف دقيق ولا اي حاجه. مع التقليب هتوصلي للدرجة اللي انت شايفاها دي. اول ما يبدأ معاكي اللون ده طلعيه على طول، تصفيه بالمصفى بتاعتك، لان طبيعي البصل لما بيتحمر وبتسيبيه شوية بيتأكسد مع الجو فبيغمق اكتر. فده الوضع او اللون المناسب ان انت ممكن تحمري بيه البصل. صفيت كمية البصل كلها وشلت طبعا شوية من الزيت لان كانت الكمية كتيرة. وهبدأ اعمل الكشك بتاعي. جبت بصلاية متوسطة تاني، يعني انا الكمية اللي انا عديتها دي للبصل اللي هتكون فوق الوش، هنا بداية الكشك بالظبط. بصلاية صغيرة كده متوسطة على حسب طبعا الكمية اللي هتعمليها. هديها تشويحة ذهبي، مش هحمرها غامق، يعني هي بس مجرد ما هتدبل معايا وتديني لون ذهبي كده بسيط. اول ما هتديني اللون الذهبي اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي معاكم، هنزل بحوالي 4 ل5 فصوص من الثوم. انا الثوم هنا مفرزاه، فهيطلع معاكم قطعه واحده زي ما انتوا شايفين. انت ممكن تضيفي من 4 ل5 فصوص من الثوم علشان يديله نكهه، بس مجرد يديله طعم حلو مش اكتر. تقليبه بسيطه، واول ما تشمي ريحه التوم تطلع معاكي، خلي بالك لان التوم بيتحمر بسرعه جدا وممكن يمرر يبوظ معاكي الوصفه كلها. تقليب مستمر على طول. ممكن توطي النار في الوضع ده علشان لو انت مش قادره تتحكمي. يعني انا عندي هنا الجمبري الصغير جدا اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، بيبقى طعمه تحفه بصراحه. هو بلدي، وانا طبعا قشرته معاناه عشان اقشر حجم زي ده في الجمبري، بس بجد الطعم كان يستاهل التعب. اديته تشويحه كده بسيطه زي ما انتوا شايفين. تقليب مستمر طبعا، مش هسيب خالص ايدي من التقليب. هو تقريبا اخد حوالي دقيقة مش اكتر من كده، يعني هو حجمه كمان صغير، ف بلاش يعني تزودي عليه التسوية علشان لما تيجي تاكليه يبقى باين كده قطع الجمبري فيه. تمام كده، انا كده خلاص تقريبا هو اخد معايا تقليبة مش اكتر من دقيقة. طيب تمام. بعد كده انا التوابل بتاعتي ما بضيف لهاش اكتر من ملح وفلفل، فلفل اسمر، ورشه كمون او نص معلقه كمون، ورشه بسيطه من الكزبره الناشفه. هي دي التوابل اللي انا هضيفها، مش هضيف حاجه اكتر من كده. تمام. هضيف بعديها الشطه، وده اختياري، بس بجد في الوصفه دي او في الطبق الكشك ده اساسي تحطي شطه او قرن فلفل حامي كده، علشان ما بتكون حاميه بتحلي الطبق، بتوديه بجد في حته تانية خالص. تمام. انا هنا قلت لكم التوابل، وان شاء الله هكتب لكم كل المكونات اللي ضفتها في الوصفه بتاعتي في صندوق الوصف. ملح ما تكتريش، يعني رشه كده زي ما احنا عارفين، طبعا الجمبري ما بيحتاجش الملح كتير. بس انا هنا ضفت معلقه صغيره لاني لسه في اضافات تانية هتناسب بالكميه اللي انا حطيتها في الملح. تمام.
نقلب بقى. بعد التقليب هنا هكون انا محضره كوبايه من الميه، ممكن تبدليها بحليب بس انا بصراحه بفضل الميه. هنا زي ما وريتكم، هنا الشطه دي اختياري بس بجد يعني عايزه اقول لكم ان دي بتخلي الطبق تحفه، يعني لما بيكون حامي ومشطشط كده بيكون جميل قوي. تمام. هرجع تاني، عندي كوبايه من الميه ضفت لها حوالي نص معلقه كبيره من الدقيق، وهنزل بيها على الخليط بتاعي. هي دي المادة الرابطة اللي هتكون معايا في الوصفة. مش هضيف اي حاجة تاني خالص. اهو انا هنا وريتلكم كنت بقلبها بس، ونزلت بيها على طول. ومع التقليب اول ما هتقلبي هيربط معاكي على طول. تمام. بعد التقليب كده زي ما انتم شايفين بيربط على طول. ممكن تزودي شوية مية كمان لاني انا بالفعل احتجت شوية مية كمان. نزلت عليها هنا انا الطماطم، هنا انا كنت مسبكاها فخدت حوالي معلقتين كبار من الطماطم المتسبكه. لو مش عندك ممكن تحطي معلقتين من الصلصه عادي جدا، صلصه الطماطم. تمام. هنا لقيت الخليط تقيل قوي، ضفت له حوالي ربع كوبايه من الميه. وخلاص على كده كان معايا الكشك بتاعي جاهز. كده خلاص. طبعا كده خلاص. عايزه اقول لكم بقى ايه، مع تقليبه كده خفيفه وبعدين تغرفي بقى الطبق بتاعك. الريحه رهيبه، الطعم حكايه طبعا، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. في اسكندريه مشهورين بيه جدا جدا جدا. يعني عايزه اقول لك الطبق ده ممكن تعمليه من غير جمبري زي ما قلت لك او من غير سمك، برضك بيديكي الطعم الحلو. شويه بقى من النعناع الناشف فوق الوش كده زي ما انت شايفه. طبعا التقديمه دي بتاعتك والفينش ده بتاعك. وشويه بقى من البصل المقرمش الجميل ده بيتحط ساعه التقديم بس، ما ينفعش يعني تحطيه عشان ما يطراش. وكده بألف هنا. جربوها بجد مش هتندموا. الطريقة دي والوصفة دي حكاية، أنا من الناس اللي بعشقها بجد. وأشوفكم بإذن الله كمان في فيديو جديد. وما تنسونيش في لايك، ولو عجبك الوصفة ما تنسونيش في شير. وعايزة أقولك ده الطبق التاني اللي أنا عملته، عشان الكمية دي عملت لي حوالي طبقين مش أكتر من كده. تمام. وأشوفكم بإذن الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.